تحدثنا على الأمم الأربعة. الآن في المقابل الجزيرة العربية كانت هادئة. الجزيرة العربية كانت منعزلة عن مظاهر الاضطراب، لا فيها لا فلسفات ولا علم كلام ولا جدال يومي ولا مسجلات ولا أرسطو ولا سقراط ولا أفلاطون ولا غيره. لم يكن لدى أهلها من الترف والمدنية الفارسية ما يجعلهم يتفننون في خلق وسائل الانحلال. الواحد لما يعيش في الترف يولي يخرج من المعتاد، يكون يتزوج بالطريقة المتعارف عليها. كثرة الطرف تجعله يفكر في أن يتزوج لست أدري ابنته أو خالته وكذا. لماذا؟ لأنه في المقابل ليس له دين وليس له صلاة وليس له تفكر وليس له خوف من الموت ومن النار، فيتفنن في خلق وسائل الانحلال وفلسفة مظاهر الإباحية والانحطاط الخلقي. والأغرب من ذلك يضع لها قوالب متاع فكر وفلسفة وميتافيزيقيا، أي دين، لكن دين مادي، يعني ليس الدين يدعو إلى الخوف من اليوم الآخر واستعداد إلى اليوم الحساب والحشر والصراط والنار. لم يكن في الجزيرة العربية، لم يكن لديهم من الطغيان العسكري ما كان عند الروم ليفكروا في التوسع. قالوش نحن باش نحتلوا بلاد فارس، لا كانوا يجتمعوا بذلك، بالعكس كانوا خاسرين أراضيهم أصلا. العراق خسروها وأصبحت تابعة فارس، الحيرة خسروها وأصبحت ما هيش تابعة مباشرة ولكنها عميلة، يعني عبارة لحماية فارسية يحكمها عميل لفارس. وقتلوا أحد كبار ملوك الحيرة وهو النعمان ابن المنذر. ثم في الشمال كذلك وضعوا عملاء لهم، كما نرى العملاء اليوم، وضعوا الغساسنة في شمال الجزيرة العربية كعملاء للروم. إذن العرب لم تكن لهم قدرة توسعية، بالعكس خسروا أراضيهم. لم تكن لديهم مدنية جامحة ولا طغيان عسكري، ولم يؤتوا من الطرف والفلسفة والجدل اليوناني ما يصبحون به فريسة الأساطير والخرافات. أخلاق بلا فكر. كانت لديهم أخلاق ولكن لم يكن لديهم فكر. كانت طبائع في الجزيرة العربية نقصد، كانت طبائعهم مادة خام تتراءى فيها الفطرة الإنسانية السليمة والنزعة القوية إلى الاتجاهات الإنسانية الحميدة كالوفاء والنجدة والكرم والإباء والعفة. يعني أهدافهم كانت نبيلة. ماذا تريد؟ يريد العفة. ماذا تريد؟ أريد الشرف. ماذا تريد؟ أريد الكرم. ماذا تريد؟ أريد أن أنجد الناس، أنجد الذي يناديني ويطلب مني الجوار، طلب الجوار، اللجوء السياسي. أنا أقبل وأحميك من كل القبيلة، وإن كانت كل القبيلة ترفض ذلك. يريدون تلك الأخلاق والأخلاق النجدة، يبحثون عن الشرف ويخافون أن يتسخ شرفهم، يخافون أن يتلطخ شرفهم بشيء من الدناءة. فماذا يفعلون؟ يقتلون بناتهم عند الولادة، بعد الولادة. يعني الهدف هو عفة، حاجة جميلة، ولكن الوسيلة يقتل بنته. وهذا يسمى ضلال، تخلف. يعني ما معنى ضلال؟ ضلال معنى إنسان ضل الطريق، أي أخطأ الطريق، خرج على الطريق السوي، أخذ منعرجا، دخل في الظلام في الغابة وفي الأودية والمستنقعات عوض أن يذهب إلى المدينة. إذن المدينة عندهم أو الغاية عندهم نبيلة، ولكن طريقهم ضال. كان ينقصهم الفكر والتأصيل. أخلاق جميلة ولكن لا يسندها
كتاب سماوي لا يسندها فكر، لا يسندها تأصيل. كانوا يعيشون في ظلمة من الجهالة البسيطة وليست المعقدة المركبة، والحالة الفطرية الأولى. الحضارة هي أخلاق، ولكن مسنودة بمنظومة عقدية تؤصلها وتنطلق منها لبناء مدنية إنسانية تجاوز بين النهضة والتقدم العلمي من ناحية، والأخلاق الإنسانية المرهفة من ناحية أخرى. وهذه حضارة الإسلام، حضارة فيها تقدم ونمو وفلسفة، وحسن بن الهيثم والكندي والرازي والخوارزمي، ولكن مع أخلاق ومع قيم ومساواة ورحمة وتحرير العبيد، اعتاق الرقاب والزكاة والصدقة وبر الوالدين، يعني حضارة أخلاقية إنسانية وليست حضارة مادية قح. الضلال كان يكتسح الجزيرة العربية. وما هو الضلال؟ هو الخطأ في الوسائل، الخطأ في الطريق الذي يؤدي، الوسيلة التي توصلك إلى المدينة التي هي غايتك، الطريق غلط. مشيت للبحر، مشيت للواد، مشيت للجبل، للغابة، للظلام، عوض أن تذهب إلى المدينة. وهذا يسمى الهداية. والهداية ما هي؟ الهداية هي أن تسير في طريق منير إلى هدفك. اهدنا الصراط المستقيم، يعني أنرنا لا الطريق الذي يجب أن نسير فيه. خلينا نمشي في الطريق، لكن مش عمي. اللي يمشي أعمى ممكن يخرج من الطريق، ولكن الطريق يحتاج إلى إنارة، إلى من يقول لك ها الطريق، امشي هكذا، إياك أن تمر يمينا أو شمالا، هذا هو الطريق الصحيح. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، أنتم في الوقت عند الجاهلية يا عرب كنتم من الضالين، أي وسائلكم كانت خاطئة رغم أن أهدافكم كانت نبيلة. يريدون الوصول إلى الهدف، الشرف، الكرم، الإباء، ولكنهم ضلوا الطريق واتخذوا وسائل شنيعة مثل وأد البنات. وأد البنات. الأمم الأخرى مثل فارس كانت تستهدي لانحرافاتها بمشاعل الحضارة والثقافة والمدنية. هو يقوم بانحراف، يتزوج ابنته، ولكن لهذا العمل الشنيع يعمل لك فلسفة ويجيب لك إعلام وتحليلات وكتب، وهذا ما يقع الآن. هذا ما يقع الآن، الانحراف، الشذوذ الجنسي، ولكن عنده فلسفة وتلفزة وإعلام وسينما وموسيقى وثقافة، وسياسيون يدعمونه ويبرزوه على أساس أنه حرية وعدم كبت ونزوع في الإنسان، نزوع طبيعي، ولماذا نكبته؟ هذا مضاد للعلم، وهكذا. كانت هكذا تفعل بلاد فارس. كانت تتقلب هذه الحضارات الأخرى الأربع في حمأة الفساد، ولكن عن تبصر وبعلم وبتكنولوجيا وبتلفزة وبإعلام وبمفكرين وبدور نشر وبسينما وبثقافة وبميزانية للثقافة وبشعر. لو تعلقت إرادة الله تعالى جل شأنه بأن يجعل مشرق الدعوة الإسلامية، أن يجعل ظهور الدعوة الإسلامية من جهة ما في الأرض، في أرض فارس أو الروم أو الهند،
لهيأ لنجاح الدعوة هذه في هذه الأرض من الوسائل ما هيأ لها في الجزيرة العربية، وهو جل شأنه على كل شيء قدير.